صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. بيبدأ الفيلم بشخص اسمه فرناندو، واللي بيكون شغال مدرب جودو بمرتب ضعيف جدا. وبيكون فرناندو شخص فقير جدا يا صديقي، ومش لاقي شغلانه غير مدرب الجودو دي، وحياته بائسه لاقصى حد. وفي يوم بعد ما بيخلص فرناندو الشغل بتاعه بيتمشى في الشارع والدنيا بتمطر، بيرمي السيجاره على الارض، ومن كتر الفراغ بتاعه بيفضل ماشي وراها علشان يشوف طيار الميه هياخد السيجاره دي لفين، لحد ما بتقع السيجاره في بلاعه الميه في الشارع. ولما بيبص قدامه بيلاقي بنك اسمه ريو، وبنك ريو ده من افضل وافخم البنوك في المنطقه. فبيحس فرناندو ان دي اشاره لشيء، وبيقرر فرناندو انه ينزل تحت البلاعات دي. ولما بينزل فرناندو بيلاقي ميه كتير جدا تحت بسبب المطر، وبيعرف فرناندو ان البلاعات دي بتوصل لتحت البنك، فبيقرر يسرق البنك ده. وتاني يوم بيروح فرناندو لصاحبه سباستيان اللي بيكون شغال مهندس، وبيقول له على الفكره دي. فسباستيان بيقول له انا عارف انك ذكي، لكنك محتاج عربيات وادوات وفلوس كتير عشان تقدر تنفذ العمليه دي، وهو عارف حالته الماديه كويس ومش معاه فلوس، والافضل انهم يشوفوا ممول للعمليه دي. ونعم الراي ونعم الصديق. فبيروح فرناندو لواحد صاحبه تاني اسمه دوباوزا، واللي هنختصره بديبا يا صديق، وبيحكي له عن عمليه السطو دي اللي ناوي يعملها، وبيطلب فرناندو من ديبا تمويل العمليه دي. فدو بيرد عليه وبيقول له الفتره دي مش معاه فلوس. صاحبه جدع ازاي رفض الفلوس الحرام بالشيك، لكن قال له بعدها ان انا ممكن ادلك على واحد يمول لك العمليه دي. يخرب بيتك، كنت فاكرك كويس. وفي نفس الوقت بنشوف حرامي اسمه ماريو بيكون قاعد بيتكلم مع بنته في محل الكوافير بتاعها، وبيكون واضح ان العلاقه بينهم مش حلوه. فبيجدد ماريو ميعاد مع بنته علشان يتغدوا سوا، وبيحاول يقرب المسافات بينهم، وبيقول لها هيجي ياكل معاها بكره. ولما بيمشي ماريو بنته بتلاقي فلوس كتير سايبه لها تحته علشان ما يديهاش الفلوس بشكل مباشر يحرجها. وبعدها بيروح ماريو يعمل عمليه سطو على مكتب محاماه، وبيفتح الخزنه وبياخد الفلوس. ولكن وهو ماشي بيقابل عامله النظافه في المكتب، فبيتظاهر ماريو انه موظف جديد في المكتب وبيقدر يهرب منها بشياكه. ولما بيخرج ماريو بيبقى فرناندو ماشي وراه علشان ماريو هو الشخص اللي دو قال له عليه، وبيبعت فرناندو رساله لماريو علشان يحدد ميعاد معاه، ولسه هيوضح له انه تبع دو. لكن قبل ما بيبعت الرساله بيتفاجئ بماريو بيكسر له ازاز العربيه وبيضربه علشان لاحظ انه ماشي وراه وبيراقبه، وبيهدده ماريو ان لو مشي وراه مش هيحصل له كويس، وبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع ماريو للبيت بيسمع رساله فرناندو، وبيسمع رساله من دو، وبيقول له فيها انه بعت له شخص ذكي جدا اسمه فرناندو علشان في عمليه معينه بيخططوا لها. وتاني يوم بيروح ماريو يقابل فرناندو في المكان اللي قال له عليه، وبيعتذر له عن اللي عمله فيه امبارح. وبعدها ماريو بيقول لفرناندو انا بشتغل لوحدي ومش بحب اشتغل في مجموعات زي بقيه الحراميه. فبيقول له فرناندو انه بيشتغل لوحده وبيضطر يعمل عمليات صغيره وفلوسها قليله، لكن لو سمع كلامه في الخطه بتاعته مش هيكون محتاج يسرق تاني بقيه عمره لانهم هيسرقوا بنك. وبكده فرناندو بيقدر يقنعه وبيخليه يوافق بشكل مبدئي. وبياخدوا فرناندو بعد كده وبيروحوا تحت البلاعات، وبيوري له ان البنك فوق البلاعات على طول، واكيد خزنه البنك هتكون هي كمان فوق البلاعات، وكل اللي هيعملوه انهم يحفروا لفوق وياخدوا الفلوس ويمشوا بشياكه. فماريو بيقول له ان البلاعات دي بيعدي منها ميه كتير، والميه الكتير دي هتوقف العمليه خصوصا لو في مطر. ففرناندو رد عليه وقال له احنا هنتابع حاله الطقس ونختار يوم ما يكونش فيه ميه ويكون الجو فيه كويس. ولكن في الوقت ده ماريو بيكون اتاخر على ميعاد بنته، فبيروح وهو متاخر، وبتتضايق منه بنته اكتر وبتدخل اوضتها وبتسيبه لوحده. وتاني يوم بيروح ماريو وديبا لبيت فرناندو، وبيقول ماريو لفرناندو ان اي مكان في البنك اكيد مزود باجهزه استشعار، ولو قدروا انهم يحفروا الحفره دي ويدخلوا اي مكان في البنك هيتم اكتشافهم بسهوله. فبيدخل ساعتها فرناندو وهو لابس بدله غريبه، وبيقول لهم انا عامل حسابي لكل تفصيله، والبدله بتكون مكونه من شويه بطاطين وشويه اسلاك. وبعد كده بيقول لهم اجهزه الاستشعار مش بتحس باي حركه، ولكنها بتحس بدرجه الحراره، وكلهم هيلبسوا البدل دي جوه البنك لان البدل دي هتغطي درجه الحراره بتاعه جسمهم، وبالتالي اجهزه الاستشعار مش هتكشفهم. ودلوقتي فرناندو بيقول لهم انهم لازم يحطوا خطه محكمه علشان يسرقوا البنك وازاي هيهربوا كده، وعلشان يعملوا كده لازم يعرفوا كل كبيره وصغيره عن البنك. وتاني يوم بيبدا فرناندو يصور اماكن الدخول والخروج للبنك بكاميرا، وبيبدا يصور الموظفين وشويه اماكن في البنك. ولكن بيشوفوا حارس امن في البنك وبياخدوا الحارس لغرفه التفتيش، وبيبدا يشوف الحاجات اللي صورها. لكن المفاجاه ان حارس الامن مش بيلاقي اي صور في الكاميرا، وده لان فرناندو طلع الكارت اللي عليه الصور من غير ما الحارس يشوف. وطبعا بعدها بيعتذر له الحارس على سوء التفاهم اللي حصل، فبيسيبه ويمشي. وبعدها بيقعد فرناندو مع الشله بتاعته اصدقاء الخير ماريو وديبا وسباستيان، وبيعرض عليهم خطه للبنك، وبيشرح لهم خطه اوليه للدخول. لكنهم بيلاحظوا ان لسه في حاجات ناقصه في الخطه دي. وبعدها بيروح ديبا علشان يقيس المسافه بين البنك والبلاعات ويعرف عمق المجاري قد ايه. وتاني يوم بيروحوا الاربعه تحت الارض وبيكون معاهم المعدات وبيبداوا يفحروا، وساعتها بيكونوا عارفين انهم محتاجين ناس كمان معاهم علشان يحفروا الحفره دي. بعد كده بينضم لهم واحد اسمه البرتو علشان يساعدهم، وبعد كده بيقعدوا يتناقشوا ازاي هيفتحوا صناديق البنك لان ده صعب وهياخد منهم وقت كبير جدا.
فبيقرروا انهم يعرفوا نوع الصناديق دي الاول وبعدين يقرروا يفتحوها ازاي. وعلشان يعرفوا نوع الصناديق دي ايه بيروح ماريو يفتح حساب في بنك تاني، وهناك بيشوف شكل الصناديق ونوعها، وبعدها بيرجعوا كلهم وبيكملوا حفر. وتاني يوم بيضموا سواق ليهم اسمه اخوان علشان يساعدهم في الهروب من البنك. وخلال ما هيكونوا كلهم في العربيه ومستنين البرتو بيجي لهم ضابط شرطه يشوف اوراقهم، لكنهم بيتفاجئوا ان البرتو جاي هو ومراته، وبينقذوا الموقف وبيقول للضابط انهم اصحاب، فبيسيبهم وبيمشي. وبعدها فرناندو وماريو بيسالوا البرتو هو ازاي جايب مراته معاه، فبيطمنهم انه ما قالش لها حاجه عن السرقه وانها موجوده معاهم عادي ومش هتعمل مشاكل. وبعدها بيروحوا كلهم يكملوا حفر، وفي جهاز بيكون سعره عالي جدا فبيتكسر منهم هناك. فهنا ماريو قال لهم انه مش هيدفع فلوس تاني الا لما يعرف من فرناندو ازاي هيفتح الخزنه، مش هيشتري سمك في الميه يعني. ولو فرناندو ما قالش هيفتح الخزنه ازاي هو هينسحب من العمليه. وبالليل بتيجي لفرناندو فكره ذكيه جدا، وبيروح لماريو وبيقول له عليها، وهي ان البنك لما بيكون مقفول بيكون شديد الحراسه والامن بيكون عالي جدا، غير هو مفتوح بالنهار والناس طالعه وداخله بتكون الحمايه اقل. علشان كده احنا مش هندخل البنك من الحفره، احنا هندخل من البوابه عادي وهنقتحمه سريع سريع وهنسرقه، وبعد كده هنهرب من الحفره اللي كنا هندخل منها اصلا. وبما ان الاقتحام هيكون واضح للشرطه هتيجي الشرطه تحاصر المكان، وهيظنوا ان مفيش اي مخرج لهم من البنك الا عن طريق البوابه، لكنهم هيخدعوهم ويخرجوا منه من الحفره. فماريو هنا بتعجبه الفكره جدا وبيضحك وبيقول له يا ابن اللاعب يا فرناندو، وبيبداوا كلهم يجهزوا لفكره السطو دي وقسموا نفسهم. بيروح سباستيان للحفره وماريو ديبا هيدخلوا البنك عادي، وفرناندو والبرتو هيتنكروا وهيدخلوا البنك عادي هما كمان وكانهم مجرد عملاء للبنك. وكل واحد فيهم بيروح مكانه وبيبداوا يلبسوا الاقنعه ويطلعوا الاسلحه، وبيخلوا كل الناس تنبطها على الارض. وطبعا بتاع الكاميرات بيشوفهم فبيشغل الانذار وبيطلب الشرطه. فبيروح واحد منهم يقفل جراج البنك علشان محدش يخرج ولا حد يدخل، وبيسيبوا بوابه واحده بس بيخرج منها فرناندو، وبيكون لابس قناع ومعاه رهينه من بتوع الشرطه. وبيتظاهر فرناندو لما بيشوف الشرطه انه خايف ومتوتر علشان يبانوا قدام الشرطه انهم مهزوزين ومحاصرين. وبعدها بيجيبوا رهينه وبيهددوا حارس الامن انه يخرج من غرفه الكاميرات، وبياخدوا منه تليفونه وبيطلعوه للشرطه بره علشان يبانوا انهم مش عاوزين يأذوا حد، فبالتالي الشرطه هتصبر عليهم. وبعدها بيدمروا كل الكاميرات الموجوده في البنك. وفي نفس الوقت ده بيوصل سباستيان من حفره لاوضه في البنك، وبيروح يجيبوا الجهاز اللي هيفتحوا بيه الخزنات والصناديق اللي في البنك. والجهاز ده سباستيان هو اللي مصممه بنفسه، وبيقدر يفتح الخزنه في 7 ثواني بس. وبيبداوا يفتحوا خزنه ورا الثانيه وبيسرقوهم بمنتهى السهوله. وفي نفس الوقت ده بيجي اتصال لماريو على تليفون الحارس من محقق الشرطه المسؤول عن التفاوض اللي اسمه ميجل. وهنا بنرجع ورا شويه بالزمن وبنعرف ان فرناندو ادى لماريو كتاب كامل عن كيفيه التفاوض مع الشرطه وازاي يقدر يماطلهم. وبالفعل بيتكلم ماريو مع ميجل وبيطلب منه ينزل كل الضباط اللي في المبنى تحت والا هيقتل رهينه من الرهائن. فميجل بينفذ طلبه وبيخلي كل الضباط تنزل من فوق المبنى. ولما بيسالوا ميجل على طلباته ماريو بيقول له عاوز اقابل النائب العام في اسرع وقت، وبيقفل معاه المكالمه. وبعدها بيتصل ميجل بماريو تاني وبيقول له النائب العام على وصول، وبيطلب منه يخرج رهينه كدليل على حسن تعاونه واثبات حسن نيته. فبيوافق ماريو. بيخرج شاب كان خايف جدا وبيسيبه يمشي، وعلشان الشاب ده كان مرعوب فمش بيفيد الشرطه باي معلومات. فبيتصل ميجل بماريو بعد كده وبيشكره انه خرج رهينه من الرهاين. وبعدها بيحاول ميجل انه يقنع ماريو بالاستسلام، وبيقول له انت مش اذيت حد لحد دلوقتي وممكن تخرج من القضيه بحكم بسيط، ولو فضلت اطول من كده عندك ممكن تاذي حد، وساعتها الموضوع هيكبر وهيخرج عن السيطره وهيصعبوا القضيه جدا على نفسهم. بعدها ماريو بيرد عليه وبيقول له خليك في نفسك انا هسيطر على الوضع كويس. وبعدها بيقفل ماريو المكالمه. وفي الوقت ده بيكون فرناندو وسباستيان فضوا خزن كتير جدا وبيكملوا فتح باقي الخزن. وبعدها بيعرف ماريو ان في ست عجوزه من الرهاين عيد ميلادها النهارده، فبيهنيها ماريو بعيد ميلادها وبيجيب لها ميني جاتوه وشمعه وبيحتفلوا بعيد ميلادها وبيخلي كل الرهاين يحتفلوا معاها ويغنوا لها. وحب ماريو يديها هديه عيد ميلادها فاداها شنطتها واطلق سراحها. وبيتكلم بعد كده ماريو مع ميجل وبيقول له انا لسه خارج من السجن من اسبوعين ومش ناوي يدخل السجن تاني، وعلشان كده بيطلب منه يجيب له النائب العام بسرعه وبعد كده هيستسلم وهيسلم نفسه. فميجل بيستغرب من كلام ماريو وبيقول له النائب العام في طريقه لهنا. وفي الوقت الجهاز اللي بيفتح الصناديق درجه حرارته بتزيد جدا وبيكون لازم يفصل شويه علشان يبرد ويرجع يشتغل تاني. فبيتصل فرناندو بماريو بيقول له على اللي حصل وبيطلب منه يكسب شويه وقت كمان. بعد كده بيوصل النائب العام وبيتصل هو وميجل بماريو، وماريو بيتظاهر هنا انه يعرف النائب العام من زمان وانه سجنه قبل كده زمان. وبيفضل ماريو يزعق للنائب العام ويشتمه وبيقول له انه مش هيتواصل معاه تاني وانه مش هيتكلم معاهم تاني غير في وجود المحامي بتاعه. فبيطلب ميجل من ماريو رقم المحامي بتاعه علشان يجيبه، فبيديهم ماريو رقم واحد عشوائي من الرهاين وبيقفل المكالمه. وبعد كده جهاز فتح الخزن اشتغل تاني وبيكملوا فتح باقي الخزن. وفي الوقت ده بيتصل النائب العام بالرقم اللي ماريو اداهوله على اساس انه المحامي بتاع ماريو يعني. فبيرد ماريو عليه بس بيغير صوته وبيتكلم معاه على اساس انه المحامي بتاعه.
فالمحامي اللي هو ماريو يعني فضل يماطلهم وخد منهم عنوان البنك وقال لهم انه هيجي. وبعدها جهاز فتح الخزن بيقف تاني، وساعتها بيقول لهم فرناندو ان كده فل وانهم مش هيطمعوا اكتر من كده ويكتفوا باللي هم سرقوه ويهربوا في اسرع وقت. وبيجمعوا كل الحاجات اللي سرقوها وبيودوها الاوضه اللي فيها الحفره. وبعدها بيتصل ماريو بميجل وبيطلب منه 5 بيتزات لانهم بقالهم فتره طويله في البنك وجعانين. وفي الوقت ده كل واحد منهم بيبدا يخرج من الحفره وبيخرجوا وراهم اكياس الفلوس والذهب اللي سرقوه. وبعدها ميجل بيسال مدير البنك لو في اي مخرج تاني غير المخرج اللي هم مأمنينه، فبيأكد له مدير البنك انه مفيش اي مخارج تانية للبنك. وبعدها بيجمع فرناندو كل الاسلحه اللي معاهم وبيسيبها لضباط الشرطه على الارض. والمفاجاه يا صديقي ان كل المسدسات دي ما هي الا مسدسات لعبه بس، لانهم مش عاوزين يأذوا اي حد، والاهم من كده انهم لو اتقبض عليهم هياخدوا عقوبه خفيفه جدا. وهنا فرناندو بيحط كل الاسلحه وماريو بيؤمر الرهائن انهم يفضلوا على الارض، وبيهرب بعد كده على طول وبيدي السلاح الاخير اللي معاه لفرناندو. وبيروح فرناندو يحط السلاح بتاع ماريو وبيسيب ورقه للظباط. وبعد شويه بيحس الرهائن ان العصابه اختفت وانهم هربوا، فبيروحوا بعدها ياخدوا موبايلاتهم. وفي الوقت ده بيقول ميجل لرئيس القوات انهم ممكن يكونوا هربوا من المجاري، وعلشان كده بيطلب منه انهم ينزلوا المجاري ويمسكوهم. لكن رئيس القوات رفض وقال له مش هخاطر بالظباط بتوعي. بعد شويه بيوصل اهالي الرهاين وبيقولوا ان قرايبهم المحبوسين جوه بيتصلوا بيهم، فبيقرر رئيس القوات انهم يقتحموا البنك وبيبعت مجموعه من قواته للبلاعه تحت. وفي الوقت اللي الشرطه اقتحمت البنك كان ماريو وفرناندو بينضفوا الاوضه علشان مش يسيبوا وراهم اي اثر. وبعد كده الاتنين بيهربوا من الحفره، بيحطوا المكتب قدامها علشان يخبوا مكان الحفره. ولما بينزلوا من الحفره بتكون كل حاجه جاهزه تحت، وبيركبوا مركبتين وبيبداوا يهربوا. وكانوا بانيين سد وراهم علشان مفيش اي مركب من مراكب الشرطه تعدي وراهم على طول. وبعد كده بيدخل ميجل والظباط اللي معاه الاوضه اللي فيها الحفره، وبيحس ميجل ان الاوضه دي فيها حاجه غريبه لان شكل الاوضه نضيف زياده حبتين. فبيشيل المكتب وبيلاقي الحفره، لكن بتكون في قنبله موجوده، ولو حد نزل وراهم من الحفره النفق هينفجر. لكن لما بيعرف ميجل من الضباط ان الاسلحه مزيفه وانها مسدسات لعبه، بيعرف ان القنبله كمان اكيد هتكون مزيفه، فبيشيل القنبله بايده وبتطلع فعلا مزيفه هي كمان. وبينزلوا وراهم بسرعه، لكن في الوقت ده بيكونوا هربوا وراحوا عند اخر المجاري، وبيكون خوان السواق مستنيهم هناك. وبيفتح خوان البلاعه وبيبدا يطلعهم واحد ورا التاني وبيطلع الفلوس والذهب. وبعد كده بيقدر ميجل وباقي الضباط انهم يوصلوا للسد، وبيعرف ساعتها انه خلاص فات الاوان ومش هيعرف يوصل للحراميه دول. وبعد كده بيكونوا كلهم وصلوا للعربيه ومعاهم الفلوس وبيتحركوا من هناك. ولما بيخرج ميجل من النفق بيروح يقرا الورقه اللي فرناندو سايبها له، واللي بيكون مكتوب فيها ان الاحياء الشعبيه والاماكن اللي هم عايشين فيها مفيش حاجه فيها بتسندك فيها غير الفلوس. وفي الوقت ده بيرجعوا هم السته للمقر بتاعهم، وبيكون معاهم كنز كبير جدا ما بيتعدش من كتر الفلوس والذهب والمجوهرات وغيره. وبيفضل السته يتفرجوا على المسروقات بتاعتهم هم مش مصدقين نفسهم، وبيبداوا يسقفوا لنفسهم على اللي عملوه ده. وبعدها بيبداوا يعدوا المسروقات علشان يشوفوا نصيب كل واحد منهم قد ايه، وبيولعوا في العربيه اللي هربوا فيها. وبعد مده بنشوف كل واحد فيهم هو بيتمتع بالفلوس دي مع اسرته، زي البرتو اللي بيجيب عربيه لمراته، وسباستيان اللي بيجيب العاب كتير لابنه، وماريو اللي بيجيب هدايا لبنته علشان يصلحها ويحسن علاقتهم. وعلشان اي حاجه حلوه ما بتكملش بنشوف مرات البرتو قفشته وهو بيخونها، فبتنجرح منه جدا، وعلشان تنتقم منه بتروح مركز الشرطه وبتبلغ عنه وبتقول ان هو اللي سرق بنك ريو. وبالفعل بيتم القبض على البرتو، بتروح الشرطه لبيته وبتلاقي نصيبه من الفلوس اللي سرقها. وبعد كده بتعرف الشرطه بقيه العصابه وبتقبض عليهم واحد ورا التاني. وفي الاول بيقبضوا على اخوان، وبعد كده بيقبضوا على سباستيان قدام مراته وابنه، وبعد كده بيقبضوا على ماريو هو وبنته، وبيفضل ماريو يقول لهم هي ملهاش دعوه. وبعد كده بيتاكدوا ان بنته ملهاش دعوه فعلا، فبيطلقوا سراحها. وبعد كده بنته راحت تزوره في السجن وتقول له انها هتجيب له محامي، لكنه بيقاطعها وبيعتذر لها عن كل المشاكل والقلق اللي هو عملها لها في حياتها، وبيطلب منها تسامحه، فبتهزر بنته معاه وبتسامحه. وفي الوقت ده بيعرف فرناندو ان العصابه اتقبض عليها، فبيقرر يهرب بره البلد. واثناء ما هو مخيم على الحدود ولسه ما خرجش من البلد، بيوقفوه 2 ضباط شرطه وبيفتشوه وبيشوفوا الفلوس اللي معاه وبيقبضوا عليه. وبعد سنه و7 شهور بيخرج فرناندو من السجن، وبيلاقي ماريو مستنيه قدام السجن، وبيمشوا هما الاتنين سوا. وبنبدا نشوف الفيديوهات الحقيقيه لسرقه القرن، وبيتقبض على 5 من اصل 6 من العصابه. ولكن دي ما محدش عارف هويته الحقيقيه لغايه يومنا ده يا صديقي، ومحدش عارف يوصل له. وكانت قيمه المسروقات دي من 10 مليون ل 25 مليون دولار، وكل الفلوس اللي الشرطه استردتها من المبلغ المسروق 1.5 مليون بس.